السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. نتمنىكم خوتي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. فاليوم الصراحه بغيت نشارك معكم واحد الخبر اللي صادم. انا من الناس اللي صدمني واحد الخبر من اللي سمعته وما عرفتش واش حتى نتوما سمعتوه ولا. انا اول ما سمعته قلت الصراحه بغيت نتاكد واش فعلا. كنتمنى من اي واحد عنده الجواب على هاد الخبر هذا فما يبخلش علينا بيه ويكتبوا لي في التعاليق. فكنت هكا كنقلب على، يعني في حب استطلاع، كندخل اليوتيوب وكنقلب على في هكا في القنوات، ودخلت واحد اللايف ولقيت في واحد اللايف كيهضروا على الاخ عزيز الخطابي. كنا كنعرفوا باللي في الصراحه انا من الناس اللي واكبوا من اول ما بدا المشكل وانا متابعه، وكنت من الانصار ديال عزيز الخطابي وما زلت من الانصار ديال عزيز الخطابي. انا ما عندي حتى شي صراحه، ما عندي حتى شي يعني حتى شي عداوه لا مع العابدين الميلودي ولا. المهم انا غير مع الحق، وكنت كنتمنى باش يكون الصراحه يكون لصالح عزيز، ولكن شاءت الاقدار الناس صراحه كي يبقى الحق حق. يعني النتيجة كانت سلبية بالنسبة للعزيز، فكانت هذيك هي النتيجة اللي ما يمكنش غادي نفرضوا على واحد الإنسان باش يعني يكون هو الأب ديال عزيز. فالمهم هذا ماشي هو موضوعنا. فعزيز أنا كيف ما قلت لكم كان من الانصار ديال عزيز الخطابي، وكنت كنتمنى بالخصوص ماشي غنقول لكم على وجه عزيز، ولكن بقدر ما كنت كنحاز الام امي الكبيره. يعني كنت صراحه كتبان لي واحد الانسانه اللي ظلمات في هذه الحياة وعشت العذاب وبالخصوص ما بغيتش لي هذيك المحنة اللي عاشت مع البنت ديالها اللي كرفصتها صراحة وشوهت بها في السوشيال ميديا. سيرتو مني لاحت ليها لي زوديو ديالها، ما غاديش نافقوا ريوسنا ونقولوا لا من حق أمنية دير لا، بالعكس كيف ما كان الحال وكيف ما كان الحال. ونعاود نأكد لكم باللي ما كانش على أمنية دير لهم هذيك الحالة أنها تنشر لي زوديو ديالها. فكانت هذا كان سر ما بينها وبين الام ديالها، خصو يبقى سر. يعني لا داعي باش تشوه بميمتها وتخليها على لسان اي واحد اللي ناض كيهضر عليها. المهم كما قلت لكم انا ماشي هذا هو موضوعي اليوم. فموضوع اليوم كما قلت لكم دخلت لواحد اللايف كنلقى كيهضروا على هذا الموضوع وكيقولوا باللي مني دار عزيز لاديان مع عادل الميلودي وخرجت النتيجة سلبية بالنسبة للعزيز. فخوتي كان هاد الخبر هذا صدمني ما نقدرش نوصف لكم. ان كيقولوا باللي عزيز هادشي انا غير سمعته، كيقولوا باللي عزيز ملي خرجت التحليله باللي راه ماشي الاب ديالو هو عادل الميلودي. ان شاء الله راهم يعني كاعي ومقلق ونوض صداع مع الام ديالو وهرس ليها المعنات ديالها. يعني كان في واحد الحاله هستيريه، وللأسف ماشي هو هذا الخبر الصادم. فالخبر كيقولوا باللي عزيز ضرب الكبيرة وهرسها، والكبيرة دابا حاليا راها مهرسة وكاينة في وما كايناش معاه في الدار، راه الكبيرة كاينة في العروبية. فنتمناو هذا الميساج الى وصل للعزيز او للكبيره. نتمناو باش الكبيره تخرج بواحد التصريح او لا تبان لينا. فالاخطاء كتوقع وهي ما عندها حتى شي ذنب في هذا الشيء. كل اي واحد ممكن يتعرض اللي تعرضت ليه الكبيره. كنتمناو عزيز باش يبرر لينا الوجود ديال الام ديالو، واش فعلا هادشي كاين ولا لا.
فكنتمنى باش تكون النتيجة أو الجواب عكس هاد الشيء. أنا صراحة ملي سمعت هاد الخبر هذا ما نعاودش لكم، بقى فيا الحال، قلت علاش شنو ذنبها هاد الام هادي اللي غادي توصل حتى لان الابن ديالها غادي يتكرفص عليها ولا يضربها. ولكن حنا كنعرفوا باللي عزيز، كنا كنقولوا باللي عزيز راه مرضي وراه بقى مع ميمتو الاخر اللحظات، كيبقى كان باقي مع الام ديالو، يعني ما عمرنا شفنا عليه العيب. دائما في واحد الخرجه كان خرج في اللايف من بعد ما دار خرجت النتيجه ديال التحاليل، فكيقول بان اللساء الكبيره فراه كيسيء ليه. يعني هذا كيبين لنا بان راه عزيز راه مرضي مع ميمتو وباغي الام ديالو، بعكس أمنية اللي انحازت الأب ديالها وخلات الأم ديالها في واحد المحنة وفي واحد الورطة. هاد الشيء علاش كنقول لكم كنتمناو الجواب يخرج، ونتمناو عزيز يخرج ويقول لنا. يعني هاد الخبر هذا راه بدا كينتشر، كيف ما كتعرفوا، فكيف ما سمعتوا انا غادي نسمعوه حتى نتوما. نتمناو من عزيز باش يبين لنا الحقيقة. وبالخصوص كنتمناو من الكبيرة باش حتى هي تدلي بالتصاريح ديالها. حنا ما بغيناش في موضوع هاد ديال النسب ديال عزيز، ولكن حيت دابا الدولات واش باغيين غير يشوشروا على العزيز او لا فعلا هادشي بصح. فكنتمنى كما قلت لكم من الكبيره هي اللي عندها الجواب بالخصوص، خاصها تبان وتخرج بواحد التصريح اللي تبين فيه واش فعلا عزيز تعدى عليها او لا هذيك غير هضره. خوتي كما قلت لكم موضوع صدمني بزاف، اي واحد عنده خبر بهذا الموضوع هذا فنتمنى يخلي لي واحد التعليق واش فعلا هادشي غير كذوب او لا بصح. انا كما قلت لكم وغنعاود نقولها لكم، فتصدمت من هذا الموضوع، ونتمنى هذا الشيء يكون غير كما قلت لكم شوشره على عزيز. فكنا كنقولوا من الاول وحنا كنقولوا بان احنا عزيز وكلنا مع عزيز والكبيره، ولكن الا تبت العكس فتاني راه غتكون هضره اخرى. المهم خوتي، هنا ما بقى لي الا نقول لكم مع السلامه وشكرا لكم، ونتمنىكم تدعموا القناه ديالي وما تنسونيش من الاشتراك في